الاهلي امبارح كان اخر محاوله في بغداد بنجاح، الموضوع اتقفل تماما لحد اللحظه اللي كان فيها خلاص. فالنادي الاهلي دلوقتي بيشتغل على الجزء الثاني في ملف المهاجم. في ملف الجناح ايفرتون ما فيهوش مشكله خالص نهائيا. كل القصه ان الاهلي عنده 2 اولويه قبل ايفرتون. ايفرتون في شرط جزائي في عقده $1,200,000. عشان كده الاهلي ما راحش للنادي ولا تفاوض مع النادي ولا اتكلم مع النادي. يوم ما انا احب اجيب اللاعب افعل بند الشراء، افعل كسر عقد، ادفع $1,200,000 وسلام عليكم واجيب اللاعب. لكن القصه الاهلي عنده 2 بيشتغل عليهم قبل ايفرتون. قبل ايفرتون. وبس ارقامهم الماليه كبيره، فالاهلي بيتفاوض في هذا الامر. بالمناسبه النهارده او النهارده كان في اجتماع 5 ساعات لجنه التخطيط لكره القدم بالنادي الاهلي. ما حدش حتى يعرف ميعاد الاجتماع ولا اي حاجه بتفاصيل الكلام ده كله. والاجتماع على فكره تطرق لكل الامور واتكلموا في الملفات، بس حسم رقم 2 او رقم 3 في المهاجم كابتن محمود الخطيب قال لهم مش منطقي ان انا اتكلم في حاجه تخص الفريق الاول، والمدير الرياضي غير موجود في الاجتماع.